ونقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبدأ الفيديو بالصلاة على الحبيب المصطفى. شايفين بسم الله ما شاء الله. وأخيرا يا جماعة بعد مرور 3 شهور مطحونين في أسعار الكتاكيت البيضة أو بقية الطيور الصغيرة، الكتاكيت الصغيرة والبط مطحونين 3 شهور على 41 45 47 لحد الخمسينات بقى، وطلع وعدينا كمان الخمسينات. النهاردة الكتكوت بيسجل 30 جنيه أخيرا. ومش اي كتكوت، ده كمان الكتكوت الكبو. يعني ايه الكبو يا قمر؟ يعني كبو ده حط تحتيه 3 4 شروط، 5 6 7 8 زي ما تحبوا كده. كبو يعني ما شاء الله، يعني معظمه ديوك ديوك. تمام. معاك على 38 يوم ممكن تذبحي الديك منهم، معاه داخل في 3 كيلو لو انت مربيه صح. كمان مش الكتاكيت بس، اللهم بارك، والبط كمان، المورر والستار والسكوف. بصوا كل معرفش اقول مسكوف، انا بقول سكوف على طول. ايوه. بصوا كل الطيور ما شاء الله اخيرا نزلت. تمام. زي ما قلنا لكم سعر الكتكوت الابيض النهارده 6 النهارده. ايوه 6. لا 6 يا جماعه عشان نشوف اتاكدت من التاريخ، وطلع النهارده التلات 6/5. تمام. 6/5 التاريخ اللي انا مصوره لكم فيه، يعني هو الفيديو هنزل لكم يوم الاربعاء. تمام. النهارده يوم التلات كان مسجل 30 جنيه. وشوف البورصه عندكم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. مش هو بس لوحده الكتاكيت البيضة، ولكن كمان في اللهم صل على سيدنا النبي البط السكوفي المرر. وكمان كان عاملين عرض حلو قوي للبط، هتشوفوه دلوقتي. هنا البط السكوفي المرر عامل يعني عمر 3 4 ايام عامل 130 جنيه. وطالع بقى وانتوا عايزين بقى على حسب عمره. تمام. واصل معانا 140 150 جنيه على حسب اسبوع 10 ايام كده. كمان الكتاكيت اللي هي الساسو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ده هنا بقى ساسو، بصوا مجمعين كذا حاجة. ساسو عمر اسبوع او 10 ايام مسجل 38 جنيه. طب لو عمر يوم يا قمر الساسو عامل كام؟ عمر يوم الساسو عامل 18 جنيه، اللهم بارك، 17 جنيه. وانتوا طالعين كده بقى ايه بالتدريج واحدة واحدة، فاللي هيلحق يجيب يروح يجيب. الستار ده بسم الله ما شاء الله يبدأ بقى من 70 لحد 80. الكلام ده كله برضو على حسب عمره. اللهم بارك ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. صلوا على الحبيب المصطفى يا جماعة. وزي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله الله أكبر. أهم حاجة زي ما قلنا قبل كده النظافة في التربية. النظافة يا جماعة، النظافة يا جماعة. النظافة مش في الأكل والشرب والمية والكلام ده، لا، وتحتيهم. شايفين تحتيهم عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. عايز تاخدي بطية نظيفة، فرخية نظيفة، الله أكبر. وكمان البط ده ممكن تطلعيه على 40 يوم، والله العظيم طلعته قبل كده على 40 يوم. تمام. والكتاكيت ديت اللي هي البيضة ذبحتها على 38 يوم، وكانت بسم الله ما شاء الله وزنها حلو قوي. الله اكبر. هتقولوا بتربي فين يا قمر؟ والله لا انزل لكم الفيديو اللي انا مربيه فيه البط بتاعي انا في البيت، او الفراخ والكتاكيت والكلام ده كله، اوريكم انا مربيه فين. ممكن اكون نزلت لكم لمحه بسيطه منه. ماشي تمام. تعالوا بقى نكمل ايه نظام الغذاء بتاع البط يا جماعه. اللهم بارك. طب هو ليه رخيص اليومين دول؟ رخص مره واحده ليه؟ لان احنا دلوقتي داخلين على العيد الكبير. معظم الناس طبعا داخله اللهم بارك وكل سنه وانتم طيبين بتجيب لحمه، فايه هتريح شويه في الطيور. فيعني ايه الاسعار نزلت عشان كده. وكمان الصيف برضو بتبقى الحاجه يعني عمرها قصير قوي، فبتبقى مفرهده، فهم عايزين يطلعوها على طول اول باول. وهنرجع تاني ونصور لكم برضو السلكات اللي انتوا تربوا فيها او العشش القفص. بصوا بكل الطريقه اللي هتفهموا فيها. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. واسعارها هتلاقوها عندي في اول تعليق. تمام. شايفين الجمال؟ الله اكبر. كذا دور زي ما انتوا عايزين. عايزين دور واحد، عايزين دورين، عايزين 3. معمول لها صاج من تحت ان انت تشديه وتطلعي وتغسلي على طول كده ولا اي حاجة. وزي ما انتوا شايفين كده جامدة واللهم بارك. بصوا من الاخر يعني حكاية. انا عن نفسي اجيب واحدة زيها. انا ما جبتهاش، انا نفسي اجيب واحدة زيها. بس الصراحة يعني الضغط عندي اليومين دول يعني الله المستعان. ادعوا لي اجيب واحدة يا جماعة زيها، عجباني قوي. لها صاج ولها علافة. وهوريكم التصوير كده واحدة واحدة بالتدريج، ووريكم كمان مقاسها من جوه عاملة ازاي. وتتحمل وتشيل الكمية اللي انت هتربيها ما شاء الله. يعني دي المكان ده يشيل معاك لحد 15 فرخة عادي. فرخة ما قلتش كتكوت. تمام. شايفين العلافة بتاعتها اللي هي الصاج والحمرة دي سقاية. سقاز الله أعلم. سبحان الله علم الإنسان. تمام. ديت الصاجة دي انت تحطي فيها العلف، والفرخة بتطلع يعني راسها أو بقها
يعني سبحان الله، هي جميلة في كل حاجة صراحة، نفسي اجيب له واحدة زيه. وده الصاج اللي انا قلت لك عليه. الفرخة تعمل بيبي بقى، تيجي تشدها بيبي، وتيجي تشدها واخدها بقى بالخرطوم وغسلها على طول كده، وشد بالمساحة، ولكن اي حاجة دارت الجريمة في ثانية. بجد جميلة ما شاء الله. طب انا لو هربي فيها مثلا كتاكيت ان انا احافظ عليها، لا ده انتي بسم الله ما شاء الله، لو حطيتي فيها 50 كتكوت دي في اي دور فيهم، ما شاء الله هيطلعوا لحد عمر 10 ايام. يقعدوا معاكي 50 كتكوت، سامعاني؟ 50 كتكوت في المكان ده لحد عمر 10 أيام، وما شاء الله تقدري بقى ايه توزعيهم زي ما انت عايزة. تمام يا جميل، ومش هيجرى لهم اي حاجة، واللهم بارك. السلاكة جامدة، يعني شغلها حلو، لان انا رحت المكان ده والله وشفتها. بنصور من المزرعة. تعالوا بقى نشوف ايه التقيل. التقيل بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الله اكبر، شايفين الجمال؟ اللهم صل على سيدنا النبي. النتيجة بتاعتك اللي هتاخديها بعد ما تربي وتعلفي وتنضفي بسم الله ما شاء الله، وتذبحي من على 38 يوم. تمام، من على 38 يوم مش هتوصلي ل40. تنقي كده الديوك كده، تلاقي بسم الله ما شاء الله دخلت في 3 كيلو. عايزة تسيب الديوك وتقعدها معاكي 50 يوم، بصي اللهم بارك، ممكن يوصل معاكي طالما انت عارفاه صح. هيوصل معاكي بسم الله ما شاء الله ل5 كيلو. وانا اهو، انت اهو. تعالي اكتبي لي كده في الكومنت، قولي يا قمر ده ما وصلش ل5 كيلو على 50 يوم. 55 يوم، بصي بسم الله ما شاء الله، بس اعرفي صح وربيه في مكان، هتلاقي الفرخه بتاكل وهي مش قادرة تقف بقى من ايه، من وزنها. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. تعالى بقى اوريكم عرض تاني. العرض ده البط الستار، البطاية وزنها بسم الله ما شاء الله كيلو. تمام، مسجلة 75 جنيه النهاردة. صلى على الحبيب المصطفى. وبكده اقول لكم يا رب الفيديو يكون عجبكم، والاسعار تكون عجبتكم النهاردة. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.